أنا منافق. تخيل أن يخرج لاعب كرة قدم محترف ليطلق على نفسه هذا الوصف أمام ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون الفرنسي، ثم تمر السنوات ليطرق هذا اللاعب نفسه باب المنتخب الذي رفضه يوما بكل كبرياء. نحن لا نتحدث عن قصة حيالية، بل عن الواقع المرير والمثير للجدل الذي يحيط بالاسم الأكثر إثارة للجدل في الميركاتو الدولي المغربي حاليا، عيسى ديوب. هل هو خائن عاد نادما، أم هو محترف يعرف من أين تؤكل الكتف؟ اليوم سننزع الأقنعة عن قصة بدأت لا قاطعة وانتهت ببحث مضن عن مكان في طائرة المتوجهين إلى مونديال 2026. جهزوا أنفسكم، لأن ما سنكشفه اليوم عن كواليس تغيير جنسية ديوب الرياضية سيعيد تشكيل نظرتكم لمفهوم الوطنية في عالم الاحتراف. لكن السؤال الحقيقي الذي يطرحه الجميع الآن: هل نحتاج فعلا لمدافع يرى في قميص أسود الأطلس مجرد خيار بديل؟ لكي نفهم تعقيدات شخصية عيسى ديوب، علينا أن نعود إلى البداية، إلى مدينة تولوز الفرنسية عام 1997. عيسى لم يولد في بيئة عادية، بل ولد وفي جيناته صراع هويات صامت. أب سنغالي وأم فرنسية من أصول مغربية، خليط يجعلك تملك القارة السمراء في دمك. لكن عيسى اختار منذ صرخته الأولى أن يكون فرنسيا أكثر من الفرنسيين أنفسهم. المثير في الأمر أن جده باز ديونغ لم يكن مجرد شخص عادي، بل كان أسطورة سنغالية، وأول لاعب من السنغال يضع قدمه في الدوري الفرنسي مع نادي بوردو. هذا الإرث الثقيل جعل عيسى ينمو تحت أضواء التوقعات العالية. في 7 من عمره بدأ يداعب الكرة في نادي بالما الصغير، لكن سرعان ما التقطه رادار نادي تولوز. هناك في ممرات أكاديمية البنفسجي قدم عيسى كالوحش القادم. 12 عاما من التكوين الصارم لم يتعلم فيها فقط كيف يقطع الكرة، بل تعلم كيف يفرض شخصيته القوية على الملعب. وبحلول عام 2015 وهو في 18 فقط، كان العالم على موعد مع ولادة مدافع من طراز فريد، مدافع سجل في أولى مبارياته الاحترافية وأصبح حديث الصحافة الفرنسية، التي بدأت تراه خليفة شرعيا لعمالقة الدفاع في الديوك. لم تكن انطلاقة ديوب عادية، بل كانت انفجارية. في الدوري الفرنسي أصبح الصخرة التي تتحطم عليها أحلام المهاجمين. 3 مواسم كانت كافية لتهرع الأندية الإنجليزية خلفه. وفي 2018 دفع نادي ويست هام 25 مليون يورو لضمه، وهو رقم لم يكن يدفعه المطارق في مدافع شاب بسهولة. هناك في لندن ستاديوم وتحت قيادة مدربين كبار بدأ ديوب يشعر أنه وصل إلى القمة. هل تذكرون ماذا قال عنه جوزيه مورينيو؟ وصفه بالوحش الذي هيمن على الملعب. في تلك اللحظة وفي نشوة النجاح بدأت ملامح التعالي تظهر. حين تواصل معه هيرفي رونار لتمثيل المغرب في مونديال روسيا 2018 لم يكتفي عيسى بالرفض، بل كان رده يحمل نبرة الاستغناء. كان يرى نفسه في صفوف منتخب فرنسا الذي توج بطلا للعالم وقتها. وهنا سقط النقاب الأول. ديوب لم يكن يرى في المغرب وطنا، بل كان يراه خطة لا تليق بمستواه في ذلك الوقت. لكن كما يقال في كرة القدم: الكرة غدارة. والقمة التي صعدها ديوب بسرعة بدأت تنحدر تحت قدميه دون أن يشعر. بعد البداية الصاعقة مع ويست هام بدأت الغيوم تتلبد في سماء لندن. في موسم 2020 بدأ ديوب يفقد مكانه الأساسي. الإصابات اللعينة بدأت تطرق بابه، والسرعة التي كانت تميزه أصبحت عبئا عليه. فجأة وجد نفسه حبيس الدكة للبدلاء، والمدافع الذي كان يراقب كبار المهاجمين أصبح يراقب المباريات من خلف الخطوط. انتقاله إلى فولهام ب17 مليون يورو في 2022 كانت محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن اللعنة لحقته. إصابة في القدم أبعدتها لشهرين، ثم انتكاسة أخرى في نهاية الموسم. في هذه اللحظات القاسية يكتشف اللاعب أن الوطن الذي ادعى الانتماء إليه فرنسا لا يعترف إلا بالأقوياء والجاهزين. ديوب لم يعد في حسابات ديشامب، واسمه سقط من القوائم الدولية تماما.
هل كانت هذه اللحظة هي التي أيقظت الجانب المغربي في قلبه، أم أن الحنين لم يشتعل إلا عندما انطفأت أضواء باريس في وجهه؟ الحقيقة قد تكون أكثر براغماتية مما نتخيل. هنا نصل إلى اللحظة التي يتوقف فيها الكلام عن التكتيك ويبدأ الكلام عن الكرامة. في علم النفس هناك مصطلح يسمى التنافر المعرفي، وهو ما يعيشه الشارع الرياضي المغربي اليوم تجاه عيسى ديوب. دعونا نكون صريحين، المغاربة لا ينسون والإنترنت لا يرحم. في عام 2019 وفي استوديو كانال بلوس بباريس لم يكتفي ديوب بالقول إنه فرنسي، بل ذهب إلى أبعد نقطة ممكنة حين قال بدم بارد: اللعب لمنتخب آخر غير فرنسا سيكون نفاقا، سيكون مجرد خيار بديل. هذه الجملة لم تكن مجرد تصريح عابر، بل كانت رصاصة أطلقها عيسى على مستقبله مع أسود الأطلس دون أن يدري. فكيف لهذا المنافق بحسب وصفه هو لنفسه أن يرتدي اليوم قميصا يقاتل من أجله لاعبون مثل سفيان أمرابط بدمائهم وعرقهم؟ الجانب العاطفي فينا يصرخ: لا نريد لاعبا يأتي إلينا فقط لأن فرنسا أدارت له ظهرها. نحن نتحدث عن وطن، عن انتماء، عن صرخة ديما مغرب التي تخرج من القلب، وليس عن عقد عمل يتم اللجوء إليه في سن 29 عندما تضيق الخيارات. ديوب اليوم يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو مطالب ليس فقط بتقديم أداء فني، بل بتقديم اعتذار عملي وتكفير عن خطيئة الاستعلاء التي مارسها لسنوات. هل يمكن للجمهور أن يسفح؟ ربما، لكن بشرط أن يرى ديوب جديدا يقاتل في الميدان كأنه ولد في أزقة الدار البيضاء، وليس كموظف محترف يبحث عن زيادة عدد مبارياته الدولية قبل الاعتزال. بعيدا عن العاطفة وغليان المدرجات، هناك غرف مغلقة يجلس فيها المدرب وليد الركراكي مع طاقمه التقني، وهناك لغة واحدة تحترم: لغة الأرقام والحاجة الفنية. الحقيقة العارية التي قد لا يعجب الكثيرين سماعها هي أن المنتخب المغربي يعاني من ثقب أسود في عمق الدفاع. رومان سايس القائد الملهم بدأ قطار العمر يبتعد به عن رتم القمة. نايف أكرد صمام الأمان يمر بفترات تذبذب بسبب الإصابات المتكررة. أما البدلاء الحاليون فرغم اجتهادهم إلا أنهم يفتقرون لشيء واحد يملكه عيسى ديوب بوفرة، وهو خبرة المستوى العالي جدا Elite Level Experience. ديوب ليس مدافعا عاديا عندما يكون في يومه. طوله الفارع 1.94 مترا يجعله ملك الأجواء، وهي ميزة نفتقدها شديدا أمام المنتخبات الإفريقية القوية بدنيا أو في الكرات الثابتة التي كانت دائما نقطة ضعفنا. ديوب يملك قدما يمنى قوية، وهو ما يحتاجه الركراكي لخلق توازن مع نايف أكرد الذي يلعب باليسرى. المحللون التقنيون يرون في ديوب القطعة المفقودة التي يمكنها تأمين الدفاع ل3 أو 4 سنوات قادمة. المسؤول في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يفكر بقلبه، بل يفكر بمنطق تأمين المونديال. بالنسبة لهم، جلب مدافع لعب أكثر من 150 مباراة في البريمير ليج هو صفقة الموسم التي لا يمكن تفويتها، حتى لو كان ثمنها تحمل بعض الانتقادات الجماهيرية المؤقتة. لمن يعتقد أن قصة ديوب فريدة من نوعها، عليه أن ينبش في الأرشيف. هل تذكرون مانويل داكوستا المدافع الصلب الذي صرح يوما وبكل فخر: أنا برتغالي؟ في ذلك الوقت قامت القيامة ولم تقعد، ووصفه الكثيرون بالخائن واللاعب المرتزق. لكن ماذا حدث عندما نزل إلى أرض الملعب؟ بفضل قتاليته وشراسته وروحه التي لا تستسلم، تحول داكوستا من منبوذ إلى بطل شعبي يثق فيه الجمهور والمدربون على حد سواء. هذا هو السحر الخاص بكرة القدم. الانتصارات تمحو المذاكير السيئة، والرجولة في الالتحامات تجعل الجماهير تنسى التصريحات التلفزيونية. ديوب اليوم يملك فرصة ذهبية لنسخ هذا السيناريو. التاريخ يخبرنا أن الجمهور المغربي عاطفي جدا، نعم، ولكنه أيضا منصف جدا. إذا رأى المشجع عيسى ديوب وهو يرتمي أمام الكرة ليمنع هدفا ضد خصم عنيد، وإذا رآه يذرف الدم عند عزف النشيد الوطني، فإن صفحة الماضي ستطوى للأبد. الرهان الآن ليس على الجنسية الرياضية التي تم تغييرها في الأوراق، بل على الروح الرياضية التي ستظهر في أول اختبار حقيقي.
نحن الآن في العد التنازلي لمونديال 2026. طائرة المنتخب المتوجهة إلى أمريكا وكندا والمكسيك لن تحمل الركاب بناء على تصريحاتهم القديمة، بل على جاهزيتهم لرفع العلم المغربي عالياً. عيسى ديوب اليوم يقف في مفترق طرق تاريخي. هو يعلم يقينا أنها هذه هي فرصته الأخيرة ليدخل التاريخ من بابه الكبير. اللعب للمغرب ليس مجرد خيار بديل كما ادعى يوما، بل هو فرصة حياة للاعب كاد أن يطويه النسيان في دكة بدلاء فولهام. رسالتنا لعيسى واضحة: القميص الذي ستحمله ليس مجرد قطعة قماش، بل هو أمانة ملايين المغاربة الذين لا يرضون بأقل من نصف نهائي آخر أو لقب إفريقي طال انتظاره. هل ستكون الصخرة التي تمنحنا الأمان، أم ستكون مجرد اسم إضافي في القائمة؟ الإجابة لن تكون في المؤتمرات الصحفية، بل ستكون في تكلينج قوي وفي ارتقاء رأسي يزلزل الشباك وفي قلب يرفض الهزيمة. في النهاية يبقى السؤال معلقا في أذهانكم أنتم أيها المشاهدون: هل تقبلون عيسى ديوب بطلا جديدا في دفاع الأسود، أم أن وصمة النفاق ستظل تطارده مهما فعل؟ أخبرونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن القصة دائما ما تكتب فصولها الأخيرة على المستطيل الأخضر.